في الفيديو ده 3 حيل للتوفير، أولها الصابون البلدي. أهلا وسهلا حبيباتي، عدنا والعود أحمد، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الجرك اللي قدام حضرتك ده ضفت نص كوباية مية وب10 جنيه بوتاص. هتشتري ب10 جنيه بوتاص من بتاع المنظفات، وهنضيفه على المية. في الفترة دي يا بنات البوتاص بيطلع أبخرة سخنة جدا وخطر. من فضلك تلفي وشك كده أو تحط كمامة وتبعدي شوية بعيد عن الجركن لما ينتهي البخار ده. تفضلي هتقلبي لما ينتهي البخار ده عشان صحتك أولا، صحتك أولا. دي أول مرحلة في عملية الصابون البلدي. هنشوف يا بنات ان لونه ادانا على اللون الابيض. هنستنى شوية لما يبرد تماما. بعد ما يبرد خالص اشتغل على طول بقى. مكوناته بسيطة. اول حاجة الزيت المستعمل اللي احنا بنستعمله، وممكن تضيفي زيت من بتاع التموين. بس الفرق ايه بقى؟ الفرق ان زيت التموين هياخد تقليب كتير، هيطول معاكي شوية، لكن ده زيت مستعمل. انا بصفيه بالسلك، سلك مواعين كده او شراب او شاشة، اي حاجة هتصفيه منها هتصفي بيها. وهنضيفه على ايه؟ هنضيفه على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنضيفه على البطاطس والمية اللي بردوا، وهنضيف. واضافاته سهلة. الصابون اللي قدام حضرتك يا بنات كلفني 16 جنيه ونص، يعني كل تكلفته اللي انا دفعتها 16 جنيه ونص. هنضيف ونقلب، هنضيف ونقلب، وعاوز شغل جامد شوية. صفيت. انا مبطئة الفيديو يا بنات عشان الصابون ده انا جربت كذا طريقة، ودي انجح طريقة والله العظيم، معتمداها ادي اكتر من سنة. هتشتغلي فيه شوية تقليب يا بنات، هتشتغلي تقليب البطاطس مع الزيت، وبعد كده هنضيف المكونات. بس خلي بالك على الولاد يا بنات، ما تعمليش قدام الولاد او نبهيهم، او اعملي في مكان مرتفع خاصة لو كانوا صغننين. اضافاته سهلة اوي يا بنات. 2 كيس اوكسجين اللي هي تكلفتهم 4 جنيه، الكيس ب2 جنيه. 2 كيس اوكسجين ونص كيس اوكسي برضو باودر، ده الكيس التاني من الاوكسجين. هضيف بعديه نص كيس اللي هو ب5 جنيه، ده الاوكسي الباودر. وهضيفه على ايه؟ على الصابون، على البطاطس، وهقلب. هفضل اقلب، بياخد تقليب يا بنات شوية حلوين. كل ما تقلبي كل ما هيمتزج الخليط كويس، والصابون ما يفصلش. طيب فرضا ان الصابون بقى سايب، ما مش لامم معاكي، ما تقلقيش خالص. شوية دقيق وضيفيهم، دقيق تبقى معاكي سلكة. السلك اللي هو المصفى يا بنات، بتاع اللي بنصفي بيها العصير والكلام ده. تضيفيها ومعاكي الدقيق، وتضيفي بقى شوية بشوية وشوية بشوية، هتلاقيه تقل. بس هو مفيش عيب منه الا ان هو ممكن يبقى ساب. لو انتي كترتي المية، لو كترتي المية هياخد وقت معاكي طويل. ونيجي للحيلة التانية يا بنات اللي بوفر من خلالها فلوس، ان هو انا ما بوديش سجادي للغسيل، انا بغسل السجاد في بيتي، رغم اني ما عنديش مساحة زي ما انتوا شايفين. يعني انا هي المنور اللي انا بغسل فيه واطبخ فيه وكله. ودي يا بنات المكنسة دي انا عاملاها، يعني جايبة مكنسة قديمة وقصتها، ودي اديلها عندي فترة كبيرة. بالاوكسي برضه يا بنات ببدأ غسيل للسجادة دي. يعني أول مرة يعني بتتغسل على مرتين. بفرد حتة بحتة كده، وأضيف المسحوق والمية وأغسل. أنا مش مشغلة خرطوم يا بنات، أنا ما عنديش خرطوم، أنا بكب بالكوباية منه وفرة، يعني حفاظا على الماء يا بنات. المية نعمة كبيرة جدا. تخيلوا لو يوم كده قطعت المية لا قدر الله من أوله لآخره، إيه العمل؟ يبقى احنا لازم، واحنا شايفين برضو اللي حوالينا، وشوفوا المية اللي ناقصة وشوفوا كده، فاحنا لازم نحافظ على المية ونحمد نعمة المية. والله يا بنات في بلدان المية ما بتجيهم إلا يعني على فترات، مش يوميا، يعني في يوم كذا المية شغالة عندهم، هم بيبقوا شغالين بالجراكن والكلام ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خدنا الفرشة حتة حتة، يعني حتى لو عندك في الحمام مساحة صغيرة،
اشتغلي فيها، يعني طبقي في السجادة زي ما انت شايفة كده، واشتغلي حتة بحتة صغيرة. والله يا بنات بتفرق وبتوفر، وبتوفر كتير كمان مش قليل. ما نستقلش يا بنات اي حاجة في التوفير. لو انت عندك هدف ومصرة على تحقيقه ما تستقليش اي حاجة في التوفير. يعني قرش على قرش بيعمل فلوس يا بنات، ودرهم على درهم بيعمل مال. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقطرة على قطرة بتعمل نهر. فانت ما تستقليش القليل، لا القليل هيعمل القليل مع مرور الوقت. وانا بقول لك تجربتي الشخصية اللي انا عايشاها واللي انا مريت بيها، واللي بفضل الله قدرت اسدد من خلالها ديني. ولو لاحظتوا في رجلين صغيرة ظهرت معانا اها. دي خديجة بنتي. أنا صاحية بدري وهي أول، طبعا أكيد أول الناس بتصحى ورايا، بس أنا صاحية بدري قبلها بشوية حلوين. عملت الصابون وهي بفضل الله صحيت بعد الصابون. الولاد في السن الصغير ده يا بنات بيحبوا يكتشفوا العالم اللي حواليهم. سيبيهم يكتشفوا، خليهم يكتشفوا ويتبسطوا، وانبسطي معاهم وعيشي طفولتك معاهم. هي حبت تتبسط شوية زيادة، فدت واصلة على السجادة وأنا بغسلها. وطبعا يا بنات ربنا يرزق كل محروم يا رب، ربنا يرزق كل مشتاق بما يشتاق، ويرزق اللي نفسهم في الذرية يا رب يرزقهم بالذرية الصالحة ويملي عينهم بيها يا رب، عاجل غير آجل يا رب يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شفت يا بنات أنا كملت السجادة وش أول، بس بعد كده بديها اللي هو الوش التاني بقى بالمعطر. برضه يا بنات أكسجين البودر ده حكاية، أقسم بالله ريحته جميلة خالص وموفر جدا. كيس ب2 جنيه، وفيه بسم الله ما شاء الله بركة يعني كبيرة جدا. ست خديجة مصرة إن هي تقدم لكم وصلة رقص، يعني تحملونا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلت معايا لحد هنا يا بنات من فضلك الدعم والاشتراك، ودعوة حلوة ولكم بالمثل. وربنا يا رب يحقق كل أمانينا يا رب، ربنا يحقق كل أمانينا يا رب. كده خلصت السجادة الأولى يا بنات. طيب عشان تنشف أنا بعملها إيه؟ بوقفها زي التمانية كده اها، ممكن باينة شوية في الفيديو. بوقفها زي التمانية كده لحد ما يعني لحد ما تجف. وبعد ما تجف وتنشف كده من المية بنشرها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ودي السجادة الصغيرة دي برضو خدتها بالمرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما ننساش يا بنات الصابون، ما ننساش الصابون اللي احنا عاملينه. يعني انا كنت بغسل وارجع اقلب، اغسل وارجع اقلب. وغسيل الحصيرة ده يا بنات بيجيبني للحيلة التالتة اللي هي التوفير في البامبرز. وهقول لك قصتي يعني مع البامبرز وهي بنتي قدامكم. أنا خديجة دلوقتي عندها 1 سنة و3 شهور. كنت كاتبة خطة كده من بداية إن شاء الله، يعني من بداية الأجازة الصيفية لأخواتها. كنت ناوية إني هبدأ إني أخليها تتعود على البوتي وتقلع البامبرز. منه هخلي اخواتها يتعلموا المسؤولية ان انا ببقى في الشغل. ومنه برضو اني اخف مصاريف البامبرز. انا كنت بجيب لها البامبرز يا بنات ب300 اللي هي بيبم دي. فطبعا يعني مبلغ يعني مبلغ فعلا، وانا كنت بخليه قبل الاكل كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب عشان أعود ابني على البامبرز حاجتين مهمين. أول حاجة بربط اهتمامه، يعني مثلا هو بيحب كذا بخليه بيعمل يمارس الحاجة اللي بيحبها وهو على البامبرز. يعني مثلا بنتي بتحب قناة معينة بخليها تسمعها وهي على البامبرز، بتحب أكلة معينة بديها لها وهي على البامبرز، وهكذا. تاني حاجة يا بنات الموضوع عاوز صبر وعاوز قوة وعايز تكون متحملة. وتاني حاجة اللي هي النقطة الأساسية إنك ترفعي كل السجاد. وأنا مستخدمة الحصيرة دي يا بنات من بداية الأجازة الصيفية. وده كان استخدامي للصابون البلدي لأني بغسل بيه هدوم خديجة بره في الطبق بتاعها. وده اللي غسل